ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل القرص الجميله القمر ديت زي ما انتم شايفين، وعملت كذا شكل منها. عملت الصوابع وعملت الكحك اللي هو المدور اللي هو المفتوح من النص. شايفين شكل القرصه عامله ازاي من جوه؟ زي ما بيقولوا مخوخه وجميله جدا. يلا ندخل على الوصفه ونسمي بسم الله. هبتدي اجيب حوالي نص كوبايه ميه فاتره، واحط فيها حوالي معلقتين سكر كبار. وابتدي احط معلقه خميره صغيرة برضو، مش كتيرة، ما نكترش عشان ما تبقاش الخميرة واضحة فيها قوي. ببتدي اقلبها وهركنها على جنب عشان الخميرة تتفاعل مع السكر والمية، وتبتدي يعني تبتدي في حالة الخمران يعني. هبتدي في الوقت دوت اجيب المعلقتين طاسة واحطها على واحط فيها معلقتين سمسم عشان نحمصهم، ومعلقه ينسون. حلو قوي، بيدي طعم جميل جدا في القرص والمخبوزات، بيبقى حلو قوي قوي قوي. في اللي ما بيحبوش ما يحطوش، مش مشكله خالص، ما يتفرقش في اي حاجه، بس هو بيدي ريحه جميله جدا وطعم حلو. هبتدي احمصهم شويه لحد ما اشم الريحه بتاعتهم، ببتدي اشيله من على النار. نبتدي بقى ايه؟ نجيب الدقيق بتاعنا ده، حوالي كيلو دقيق، وهحطه في الطبق بتاعنا. وهبتدي احط بقى السمسم واليانسون اللي انا حمصتهم شويه زي ما انت شايفه كده، ورشه الملح بتاعتنا، وابتدي اقلب. حلوه قوي جميله، بتنفع في الفطار مع كوبايه شاي بلبن. تبقى حلوه قوي في الفطار او بين الوجبات او بالليل في العشاء كمان، تبقى حاجه خفيفه. هبتدي احط بقى الماده الدهنيه بتاعتنا، هي عباره عن كوبايتين وكوبايتين سمنه ونص كوبايه زيت. ده انا عاملاها النهارده على البارد، ممكن نعملها على على السخن، ممكن نقدح السمنه بتاعتها حسب رغبتك انتي. بس دي بتبقى اخف شويه من اللي هي ان احنا بنقدح السمنه يعني. ببتدي اقلب الدقيق مع السمنه مع الزيت عشان نغلف الدقيق بالسمنه والزيت بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. حلوه وخفيفه وبتبقى هشه جدا من جوه. وطبعا الحشوات زي ما انت عايزه، انا حشيتها المره دي بالعجوه، وبعدين حشيتها بسكر. حلوه قوي قوي، جربوها بالسكر، حلوه جدا. وممكن تحطي مع السكر حبه قرفه، بتديكي طعم السينابون من جوه وطعم القرصه، بتبقى جميله قوي زي ما انتوا شايفين. ببتدي ان انا ابس العجينه مع مع السمنه والزيت لحد كل الدقيق ما يختفي معاهم، وتحسي خلاص ان هو الدقيق كله اتغلب بالماده الدهنيه بتاعتنا زي ما انت شايفه. في الوقت ده طبعا كنت حاطه الخميره اشوفها بتتفاعل ولا هتبقى ناجحه ولا مش ناجحه عشان العجينه بتاعتنا ما تبصي. زي ما انت شايفه ببتدي ابس العجين كويس قوي، ودي خطوه مهمه جدا جدا في المخبوزات، بالذات القرص والقراقيش والكحك برضو جميل قوي، حلو جدا. خلاص كده ابتدينا نخلص. ابتديت احط بقى الخميره بتاعتنا مع الميه مع السكر الفتره، وابتدي اعجن. طبعا انت عارفه نوع الدقيق بتاعك هيحتاج ميه قد ايه. ممكن هنزود دلوقتي حبه لبن رايب، لو عندك لبن حليب حطيه بيبقى اجمل كمان، بس يا ريت يكون فاتر شويه او انت مطلعاه من بدري على الرخامه لو هو في التلاجة. ببتدي اعجن كويس. طبعا برضو انا خد مني نص كوبايه الميه اللي انت حطاها، هحط كمان معلقه صغيره من ريحه الموز. طبعا انت عارفه ان هي بتدي ريحه حلوه جدا جدا في المخبوزات برضو والمعجنات. ببتدي احط حوالي دي نص كوبايه لبن رايب. هبتدي اعجن، ولو احتاجت تانية هحط، ما احتاجتش خلاص مش هحط خالص. طبعا برضو انت عارفه نوع الدقيق بتاعك بيختلف عن بتاعك، كل واحد عارف الدقيق بتاعه بياخد قد ايه سوائل. الدقيق كله مش زي بعضه. افضل اعجن فيها لحد ما تبقى بالشكل الجميل. الطريقه دي مش ملزقه، بس طريقه وجميله جدا. شفتي بتقع ازاي؟ جميله جدا، حلوه قوي. واسيبها ترتاح 10 دقايق على بال ما اجهز معانا الحشوات بتاعتي. غطيتها اهوت وهسيبها على جنب متغيبش خالص 10 دقايق. هبتدي بقى اجيب العجوه بتاعتنا، احط عليها معلقه سمنه، ممكن تعملها بزيت مفيش مشكله خالص. هبتدي اعجن العجوه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي اعجن العجوه بتاعتنا. عايزه تحشي ملبن برضو جميل قوي مفيش مشكله، عايزه تخليها ساده برضو حلوه شغاله وجميله جدا. هبتدي اعجن العجوه بتاعتنا لحد ما تطرى خالص في ايدينا.
لو قابلتك حاجه مثلا ناشفه مش راضيه تتهرس معاكي بتشيليها، زي ما حصل معايا كده، كان في بعض حتت ناشفه كده، فابتديت ان انا اشيلها وانا بعجنها. هبتدي طبعا اعملها كور على حسب الحجم اللي انا عاوزاه. برضو انت بتحشي لو لقيتيها كبيره على القرصه بتشيلي منها حته على قد ما انت عايزه بتحطي فيها. زي ما انت شايفه، زي ما قلت لك انا حشيتها بالسكر وبسكر على قرفه، طعمها حلو جدا وجربيها. وبالعجوه المره دي ما حشيتهاش بالملبن. زي ما انت شايفه هبتدي ان انا اخلص الكميه بتاعتي كلها، تكون العجينه بتاعتي ارتاحت، وهحضر السجان بتاعتي جنبي، واكون مولعه الفرن من تحت ومن فوق، بحيث لما ادخلها بعد كده ما تحتاجيش ان انت لا تهدي لا من فوق ولا من تحت. انا ببقى ظابطه لان انا عارفه الفرن بتاعي، وانت كذلك عارفه الفرن بتاعك. بتبتدي انت عينك ميزان لمقاس القرصه اللي انت عايزاها كبيره، عايزاها وسط، عايزاها صغيره. لو عندك ميزان وزنيها برضو 25 30 على حسب ما انت حابه وزنها او حجمها ايه. ببتدي افردها شويه علشان تبقى مخوخه معاكي زي ما انت شايفه، ما تبقاش مكتومه. زي ما انت شايفه كده ببتدي اعملها. هو كل الموضوع كله ما بياخدش وقت معاكي خالص. ببتدي زي ما انت شايفاها بسويها كده وبططها زي ما بنقول، وببطن ايدك كده بتبتدي يعني ايه تبططيها في الاخر، يعني عشان ما يبقاش صوابعك معلمه فيها او مبصمه فيها. زي ما انت شايفه كده ببتدي تخلصي الكميه بتاعتك كلها. زي ما قلت لك انا عملت صوابع، بس للاسف كانت الكاميرا طفيت وانا ما خدتش بالي وانا بعمل الصوابع والكحك اللي هو المفتوح ده. هي سهله جدا، انت بتجيبي حته عجينه وبتبرميها، اذا كانت صبع بتخليها صغيره كده برضو حسب اللي انت عايزاه، او التانية بتفضلي تبرمي فيها شويه وبعد كده بتقفليها بتحكميها شويه، بتبقى حلوه جدا جدا. زي ما انت شايفه كده القرص بتاعتنا الجميله دي، كوبايه شاي بقى بلبن، كوبايه شاي ساده خالص، بتبقى حلوه قوي زي ما انت شايفاها. وخبزتها بالفرن زي ما قلت لك من فوق ومن تحت، وكانت بالشكل الجميل ده وناعمه جدا وبتدوب وحلوه قوي قوي، كانت الريحه جميله جدا. وكل سنه وانتم طيبين وبالف هنا عليكم يا رب. باي باي.